السلام عليكم طلابي الأعزاء، اليوم نبي وياكم درس جديد من دروس اللغة العربية للمبتدئين. نبدي بالحرف الأول هو حرف الهمزة. همزة 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 همزة. هنا كتبنا حرف الهمزة، وهسه راح أعطيكم أمثلة عن حرف الهمزة شلون يصير. مثلا أسماء، ماء، حرف الهمزة أسماء. أسامة، أسماء. سماء، سماء. شيماء، شيماء. هنا حرف الهمزة همزة آخرية، همزة آخرية. هاي أمثلة عن حرف الهمزة. بس نجي وياكم على الحرف الألف. الألف 3 أقسام: A، E، O. A، E، O. A، E، O. هسه نجي على أمثلة على حرف ال A. أمثلة على حرف ال A. A، اس، ماء. أمثلة على حرف ال A: أسماء، أسماء. المثال الثاني: أقلام، أقلام. A، أسماء، A، أقلام. A، أسماء، أقلام. A، A، A. هاي حرف ال A، وهاي الأمثلة عليه: أسماء، أقلام. حرف ال E: إي، إيمان، إي، إيمان، إيمان. حرف ال E، الهمزة ما تصير من فوق، تصير من جوا. إيمان،
إيمان. إسلام. إسلام. إيمان. إسلام. إيمان. إسلام. إيمان. إسلام. نيجي على الحرف الثالث، حرف الأو. الأو. أو. 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 سامة. أو سامة. أو سامة. أسامة. أسامة. نجي على الجملة اللي تجي، الكلمة اللي تجي أمي. 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 أو. 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 الهمزة تصير من فوق على ضمة. أو. أو. أو سامة. أمي. أمي. أو أسامة. أمي. أو أسامة. أمي. هسه نشوف الفرق بين الحروف. الحرف الأ 3 أقسام: آ، إي، أو. آ، إي، أو. مثال على حرف الآ: الأ أسماء، إي إيمان، أو أمي. أو أمي. آ إي أو. آ إي أو. آ إي أو. الحرف اللي يجي حرف الباء. حرف الباء. باء. 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 هذا حرف الباء. باء. 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 نجي لقسم حرف الباء إلى 3 أقسام: الباء الأولية، وباء الوسطية، وباء الآخرية. نجي أرتب لكم إياها. سنجي وياكم نقول لكم نشوفكم حرف الباء. حرف الباء 3 أقسام مثل ما قلت لكم: باء الأولية. الباء الأولية. باء الأولية. والباء الوسطية. والباء الآخرية. باء أولية، باء وسطية، باء آخرية. باء أولية، باء وسطية، باء آخرية. هسه نجي نسوي عليها أمثلة. الحرف الأول هو حرف الباء الأولي. الباء الأولي دائما يكون بهذا الشكل: باء أولي. باء أولية. نجي نسوي عليها مثال. الباء الأولية نسوي عليها مثال: ب قال. بقال. بقال.
بقال. هاي الباء الأولية، بقال، الباء الأولية بهذا الشكل. نجي على المثال اللي يجي، مثال الثاني الباء الأولية. نجي نسوي مثال ثاني، بطريق، بريق، بطريق، باء أولية، بقال، باء أولية، بطريق، باء أولية، بقال، بطريق، باء. الباء الوسطية، الباء الوسطية نسوي عليها أمثلة. مثال حبل، حبل، أو قبلة، حبل، قبلة، باء وسطية، حبل، قبلة، الباء صارت بالنص، حبل، قبلة، حبل، قبلة، باء وسطية، حبل، قبلة. نجي على حرف الباء، الباء الآخرية، نسوي عليها أمثلة. درب، درب، باء آخرية، باء آخرية، درب، درب، درب. نكتب باء آخرية. جملة ثانية، رحاب، رحاب، درب، باء، درب، باء، رحاب، ب تصير آخرية، ب آخرية، باء آخرية، درب، رحاب، درب، رحاب، باء، درب، رحاب. كتابة جملة ونستخرج منها الباء الأولية والآخرية والوسطية. ذهبت رحاب، ذهبت رحاب إلى السوق، ووجدت رامي بطريقها. نستخرج حروف الباء. ذهبت بيها باء، نعم بيها باء وسطية، باء وسطية، باء وسطية. ذهبت رحاب، رحاب، باء آخرية، باء آخرية، إلى السوق، ووجدت رامي بطريقها. بها نعم الباء الأولية. ذهبت باء وسطية، رحاب باء آخرية، إلى السوق، ووجدت رامي بطريقها، باء
أولية. نيجي على الحرف اللي بعده، هو حرف التاء. حرف التاء يكتب بهذه الطريقة: تاء تاء تاء. حرف التاء تاء تاء. حرف التاء ينقسم كذلك إلى 3 أقسام: تاء أولية، تاء أولية، وتاء وسطية، وتاء آخرية. تاء أولية، تاء وسطية، تاء آخرية. نجي نقسم الحروف حرف التاء إلى 3 أقسام: تاء أولية، تاء وسطية، وتاء آخرية. تاء أولية، تاء وسطية، تاء آخرية. نسوي عليهم كل واحد منهم مثالين. تاء أولية. تاء الأولية نكتب مثالين على التاء الأولية: تاء أولية، مثال على التاء الأولية: تمساح، تمساح، تمساح. تاء الأولية تمساح. التاء الأولية مثال ثاني: تمر، تمر. تاء تمساح، تاء تمر، تاء تمساح، تمر، تمر، تمساح. تاء الأولية، تاء أولية، تمساح، تمر. حرف التاء الوسطية مثال على التاء الوسطية: مثال كتاب، 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 كتاب. المثال الثاني: فتاة، فتاة، فتاة. تاء وسطية: كتاب، فتاة، فتاة، كتاب، فتاة، فتاة. تاء الوسطية: كتاب، فتاة، كتاب، فتاة، كتاب. تاء وسطية: كتاب. التاء الوسطية مثال: كتاب، بستان، تاء وسطية: كتاب، بستان، ت، ت، ت وسطية، ت وسطية، كتاب، بستان. حرف التاء الآخرية أسوي لكم عليها مثالين: حرف التاء فرات،
فرات، فرات، نبات، فرات نبات، تاء فرات، تاء نبات، فرات نبات، تاء آخرية، فرات نبات، تاء آخرية، تاء آخرية. في كلمة فرات توجد تاء آخرية، وفي كلمة نبات يوجد تاء آخرية. أوجد حرف التاء في هذه الجملتين، وأشير إليها إذا كانت آخرية أو وسطية أو أولية. في نهر الفرات تمساح. أين حرف التاء؟ يوجد هنا تاء في حرف الفرات، هو تاء آخرية. في نهر الفرات تمساح، تمساح تاء أولية. في الجملة الثانية، في بستان جارنا تمر. أين حرف التاء؟ في البستان، تاء وسطية، تاء وسطية. في البستان، في بستان جارنا تمر. في كلمة البستان تاء وسطية. جارنا لا يوجد فيها تاء. تمر، 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 تاء أولية. هسه نجي في نهر الفرات، التاء الآخرية اللي توجد في كلمة الفرات تاء آخرية. تمساح، تمساح تاء أولية. في بستان جارنا تمر، بستان، كلمة بستان تاء وسطية، جارنا تمر، تمر كذلك تاء أولية. نجي على الحرف اللي بعده، هو حرف الثاء. ثاء، ثاء 3 نقاط بحرف الثاء. ثاء 1 2 3. ثاء، 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 ثاء. حرف الثاء، ثاء، 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 ثاء. وحرف الثاء يقسم إلى 3 أقسام: ثاء أولية، ثاء أولية، وثاء وسطية، وثاء آخرية. ثاء أولية، ثاء وسطية، ثاء آخرية. نجي نقسم الحروف إلى 3. نجي نقسم حرف الثاء إلى 3 أقسام: الثاء الأولية، الثاء الوسطية، والثاء الآخرية. ثاء أولية، ثاء وسطية، ثاء آخرية.
ثاء أولية، ثاء وسطية، ثاء آخرية. نيجي ندخل كل قسم من حرف الثاء الأولي والوسطي والآخري في مفردة. نكتب مفردة بحرف الثاء، الثاء الوسطية. مثقال، 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 مثقال. المفردة اللي تجي بعدها كثير. ثاء وسطية، مثقال، كثير. ثاء، مثقال، كثير. ثاء وسطية، مثقال، كثير. مثقال، الثاء موجودة في منتصف الكلمة. مثقال، مثقال. ثاء كثير كذلك توجد في منتصف الكلمة. حرف الثاء، ثاء في منتصف كلمة كثير. ثاء وسطية، مثقال، كثير. ثاء وسطية، ثاء وسطية. حرف الثاء، ثاء الآخرية، نجي ندخلها في مفردتين. محراث، المفردة الأولى محراث. الثاء تجي في نهاية الكلمة. محراث، ثاء، محراث، ثاء، محراث، محراث، محراث. غيث، غيث. ثاء، محراث، غيث. ثاء، محراث، غيث. الثاء في نهاية الكلمة، وذلك سميت بالثاء الآخرية. ثاء آخرية، محراث، محراث. الثاء توجد في نهاية الكلمة. غيث، في كلمة غيث توجد الثاء في نهاية الكلمة. غيث، محراث، ثاء آخرية. غيث، محراث، ثاء آخرية، ثاء آخرية، محراث، غيث. دخلت حرف الثاء في جمل. توجد حرف الثاء الأولية والوسطية والآخرية. ثعلب، ثعلب سريع، ثعلب سريع. أين حرف الثاء؟ حرف الثاء في كلمة ثعلب. ما هي حرف الثاء؟ أولية ولا آخرية أو وسطية؟ هنا حرف الثاء أولية، حرف الثاء أولية. غيث، كثير، غيث، كثير. أين يوجد الثاء في هذه الكلمتين؟
في كلمة غيث يوجد ثاء، وفي كلمة كثير يوجد ثاء، ولكن ما هي الثاء الموجودة في الكلمتين؟ في كلمة غيث ثاء آخرية، وفي كلمة كثير ثاء وسطية. ثعلب سريع، ثعلب ثاء أولية، غيث ثاء آخرية، كثير ثاء وسطية. والشيء اللي يستفيد الآخرون. اليوم كملنا 5 أحرف، هو حرف الهمزة، حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، وحرف الثاء. في أمان الله، ونلتقي في درس ثاني من تكملة الحروف العربية. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس. إلى اللقاء.